سلام الله عليكم جميعا، وما يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نتمنى كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. نتمنى كامل تكونوا بخير. اليوم وبعد طول غياب رجعت لكم بهذه الوصفة سهلة خاصة وقت الامتحانات. راح تلقوها ما شاء الله. طولت عليكم شوية، قريب يخلصوا الامتحانات، لكن كان امتحانات على الابتدائي راح تلقوها ان شاء الله. وتبارك الرحمن، تلقوها في اي وقت، تلقوها في وقت الصيف كذلك. وصفة سهلة وش حبيتوا سموها، خبز محشي، برجر، سهل جدا بطريقة سهلة جدا. يعني ما نحتاجوش نطيبوا الخبز وحده والحشو وحده، نديروا كلش مع بعض ونوضوا. وتجي واحد الوصفة، واحد الخبز هش وطري، وتجي بنينة وسريعة جدا. يعني لوليداتكم، على بالي راكم مع الامتحانات وعلى بالي تحبوا الحاجة السهلة، ديروها لهم يفرحوا بيها. هذه هي يا البنات يا الفحلاتي اخواتي العزيزات. نرحب كل ضيوفنا اللي التحقوا بنا جدد. اذا تحبوا هبطوا ديروا جيم للفيديو قبل ما نبداو بسم الله وعلى بركة الله. بالمقادير وطريقة التحضير: في هذيك البسينة الحمراء حاطين كأسين من الماء الدافئ كما راكم تشوفوا، ما فيهاش الحليب، فيها الماء، وفيها ملعقتين كبيرتين من السكر، وملعقتين، حطوا فرينة اولا قبل ما نحطوا الخميرة، نحطوا فرينة حوالي نصف كأس، 3 ملاعق 4 ملاعق. المهم انا ما نحبش نحط الخميرة فوق الماء مباشرة، رايحة تتكتل يعني، وهكذا فوق الفرينة مباشرة تجي احسن. حطيت الخميرة ملعقتين ممسوحتين، خليتها تفاعلت واحد 10 دقائق، خلطتهم كامل تفاعلوا واحد 10 دقائق. من بعد حطيت صفار بيضة، بيض البيضة، الصفار احتفظت به. البعد ندهن به الخبز تاعي، المملحات هذو تحبوا تسموهم مملحات خبز. هنا عندي نصف كأس من الزيت كذلك أضفته مع بياض البيض. تحبوا البنات تستغنوا على البيضة نورمال، لكن الدهن باش ندهنوا يعني الخبز من بعد ندهنوه بالحليب عادي جدا. تقدروا ما تديروش البيضة هذه كاملة وتكملوا المقادير عادي جدا، لكن كي نجو ندهنوا الخبز ندهنوه بالحليب باش يجينا شوي احمر هكذا. نرجعوا الخليط تاعنا اللي تفاعل ودرنا له الزيت وبيض البيضة، الصفار احتفظنا به باش ندهنوا به الخبز تاعنا. حطيت ملعقة صغيرة من الملح، وحطيت الفرينة وكيس من الخميرة الكيميائية وزن 10 جرام. بعد ما نتحصل على عجينة نخليها تريح ونرجع للحشو تاعنا. الحشو تاعنا هو دجاج، كنت طيبته صدر دجاج مفتته، وعندي هنا بطاطا قليتها دوائر، وعندي صلصة الطماطم، صلصة البيتزا، ضفت لها ملعقة من الهريسة. هنا هذه الطماطم، صلصة الطماطم دائما نكون وجدتها ومطيبتها قبل للبيتزا ولأي طوارئ كيما هكذا. يعني ممكن نحب نطيب خبز محشي، نحب نطيب أي حاجة، نلقى عندي صلصة البيتزا. ضفت لها ملعقة صغيرة من الهريسة الحارة، وعندي جبن مبشور، وعندي زيتون، أي نوع زيتون تحبوه، أخضر أسود كما تحبوا. هنا هذاك الدجاج باش نتبلو شوية ما يجيش صامت، مع أني طيبته يعني تبلته في كي كنت نطيب فيه، لكن هنا الإضافة هذه راح تعطيه واحد البنة تهبل. ضيفوا له هنا قليل من الكمون وقليل من البابريكا اللي هو الفلفل الأحمر. خلط هذاك الدجاج مع التوابل. البطاطا قليتها دوائر. وهذه هي الحشو تاعنا، سهل وبسيط واقتصادي. جبت هذاك الجبن المبشور، ضفت شوية على ذاك الدجاج المفتت، صدر الدجاج طيبته، كنت طيبته يعني كيما نطيبوه عادي، تقدروا تطيبوه في ان صوص هكذا، والصوص تستعملوها لحاجة أخرى. والدجاج طيبوا به هذه المملحات مثلا، يعني إذا حبيتوا تقتصدوا. العجينة تاعنا راهي انتفخت ويعني كانت واجدة. قسمت العجينة إلى 9 كرات كبار، جاوني كبار، ونبدأ نفتح بالوحدة كما راكم تشوفوا يا أخواتي العزيزات. كما راكم تشوفوا نفتح بالوحدة، سهلة العملية جدا جدا.
نفتحها هكذا برك، ما نفتحهاش بزاف، يعني مش كيما البيتزا، نخليها يعني سميكة شوية. ونحط لها ملعقة من الصلصة، ملعقتين صغيرتين من الصلصة، صلصة الطماطم. ونحط لها الصلصة كنت نكهتها بالهريسة الحارة. ونحط لها قليل من الدجاج، تحبوا تستعملوا طون، تحبوا تستعملوا يعني تبدلوا الحشو كما حبيتوا. لكن هذا الحشو راهو بنين بنين يهبل واقتصادي كذلك، يعني شوية بطاطا، شوية جبن، وشوية دجاج. تقدروا ديروا هذه الأكلة لوليداتكم، خاصة في وقت الامتحانات، يعني تكون مغذية ومشبعة. هنا حطيت شوية دجاج وحطيت قليل من الزيتون، تحبوا زيتون أسود أو زيتون أخضر، أنا عندي الأخضر استعملت الأخضر. وقليل من الجبن، تحبوا تستعملوا الجبن الطري كذلك يصلح يعني. هنا أنا ما كانش متواجد عندي الجبن الطري، درت الجبن المبشور، يعني كل واحد واش عندك في الدار ديرو. هنا لميت هذاك العجين على الحشو كما تشوفوا فيا في الفيديو، يعني ديروا كما هكذا، يعني سهلة العملية جدا. ونقلب الكرة تاعي بعد ما غلقتها بإحكام، يعني مليح مليح. ومن بعد نحطها في الصينية اللي تدخل الفرن. حاولوا تغلقوا كل الثقوب، ما تخلوهاش باش ما يخرج لكمش الحشو. هنا نحط في صينية تدخل الفرن، تكون عندي ورقة طهي، أو إذا ما عندكمش عادي جدا ديروا ادهنوا بالزبدة وحطوا الكرات تاعكم. نبقى نحشي الكرات الأخرى اللي هي 9 كرات. تحبوا تصغروهم تجيكم أكثر، تحبوا تكبروهم تجيكم أقل، لكن هذا اللي درتهم راهم كبار، الحجم تاعهم كيف البرجر الكبير اللي نشروه أو اللي نطيبوه في الدار عادي جدا، راهم كبار يعني مناسبين للأكل. يعني خاصة الأولاد ما يحبوش، يعني خاصة كي يكونوا صغار ما ياكلوش أكثر من وحدة يعني. هذه هي يا أخواتي العزيزات القناة، متعبة جدا جدا، تصوير ومونتاج وسهر ويعني وصوت يعني وكلش. وهاكم تشوفوا أصبحت يعني نطول بزاف لأنها متعبة متعبة، والمشاهدات قليلة. يعني راني نتعب في روحي في الباطل، حاسة روحي نخدم في الباطل. لولا الأجر والحسنات لما زدت حطيت حتى فيديو يا أخواتي، يعني لولا أني نحوس على دعاوي الخير يعني ما زيد نحط حتى فيديو. يعني صدقوني راه بعض الوجوه يعني أيضا راني نحط على جيلها اللي راهم يشجعوا فيا، واللي راهم دائما يشجعوا فيا ودائما معايا. نشكرهم كثير كثير ونقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. يعني لولاكم أنتم يعني راكم تتبعوا، ولو أنتم قلال يعني راني نواصل. لكن راهي القناة أتعبتني كثير كثير، يعني بدون مشاهدات كثيرة ما نقدرش نواصل صراحة صراحة. يعني اللي يخدم الواحد هكذاك وجه ربي أكيد، يعني هي أصلا من أول درتها لوجه ربي للأجر والحسنات. ومن بعد إذا جا الربح مرحبا وسهلا، إذا ما جاش كثر خيرك يا ربي، ألف حمد وشكر لك يا ربي، يعني كله الرزق بيد ربي. إذا جابت الرزق مرحبا وسهلا، إذا ما جابتش وقعدت كيما هكذا نعمة من عند ربي. المهم تعرفت عليكم، وكي نخرج راكم تفرحوا بيا، وفي كل مكان راكم يعني نشوف فيكم واحد الحب، يعني ما شاء الله تبارك الله، واحد التقدير. ربي يحفظكم كامل وربي يجعلها نعمة دائمة إن شاء الله. ندهن الكرة تاعي بالصفر البيض، ضفت له قليل من القهوة. واش تحبوا تضيفوا له؟ ما عندكمش قهوة ديروا له خل، ملعقة من الخل العادي أو ملعقة حليب. حطيت له شوية من الجلجلان، تحبوا ديروا كمون، تحبوا تخلوه سامبل. حطيته هنا في الفرن طاب يعني من تحت ومن فوق. ومن بعد يخرج بعد حطوا عليه هذيك الطرشونه، هذيك المنديل، لانه يكون شويه شيء حاكم روحه هكذا. مع تحطوا عليه هذيك الطرشونه، هذيك 5 دقائق ولا اقل، تلقوه ولا طري 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 ما شاء الله. ومن بعد خلاص لا تنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الخبزات تاعنا كيفاه كبار وشابين، يهبلوا يهبلوا فرات يا البنات يا الفحلات. جربوه ردوا لي الخبر،
ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تبقوا يعني متفاعلين وترجعوا، حتى اللي راحوا ان شاء الله يرجعوا ان شاء الله بعد الامتحانات، تتكورجوا شويه وتتفرجوا معنا الفيديوهات ويعجبوكم وتطبقوا الوصفات ونرجعوا كما كنا قبل. يعني افتقدت بعض الاخوات يعني اللي راحوا ما عادوش يعلقوا لي، افتقدتهم. ان شاء الله يكونوا بخير يكونوا برك متهنين برك، ويكونوا بصحة جيدة، ويكونوا بأحسن حال. يعني افتقدتهم كأخوات، يعني نسأل عليهم لأني أختكم في الله وأنتم أخواتي في الله. هنا فتحت لكم واحدة، شوفوا كيفاه ما شاء الله، الخبز جا طري 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 وهش. واش نقول لكم، ما شاء الله تبارك الله، جربوها وردوا لي الخبر. يعني راكم تشوفوا الوصفة اقتصادية، ما فيهاش الحليب وما فيهاش البيض بزاف. البيضة هذيك تقدروا تستغنوا عليها، واللي عندها دير. هذه هي وصلة بمحمد، والسلام ختام.